عاوزك تفتكر اخر مره كنت بتكلم فيها حد وهو ماسك موبايله، متهيألي دي مش صعبه، بيقول لك ايوه ايوه وهو عينه في الشاشه وعلى التيك توك وعمال يفر. هو موجود قدامك بس مش حاضر. يعني الخلاصه بتكلم نفسك. اكيد بتسال ايه الجديد؟ في تجربه شهيره اسمها ستيل فيس اكسبيرمنت. كانت بتلعب مع طفلها، بتضحك وترد على اصواته وكل حاجه طبيعيه، انجيجمنت طبيعيه ما بين وطفل. وفجاه من غير ما تمشي ومن غير اي حاجه الام بطلت تتفاعل مع الطفل، وشها جمد، مفيش ضحك، مفيش ردة فعل ولا أي حاجة. في الأول الطفل بدأ يزيد من التفاعل بتاعه عشان يطلع من الأم نفس الحركات اللي كانت بتحصل والأصوات والضحك والكلام ده كله، ولكن لما اكتشف إن مفيش ردة فعل الطفل بدأ يتوتر، والتوتر ده فضل يعلى مع الطفل لغاية ما انهار من العياط. والغريبة إن الأم لسه قدام الطفل، لكن بالنسبة للطفل وجودها من غير استجابة كافي ان هو الطفل يدخل في حالة انهيار وضيق شديد، لان الطفل مش بيتعامل مع مجرد جسم موجود قدامه، هو بيتعامل مع التواصل، ولما التواصل ده بينقطع بيبقى تركيزه كله انه يرجع الاتصال ده، وهنا في الحالة دي مع الام. دلوقتي نرجع بيك لورا شوية لما سألتك عن احساسك لما اخر مرة كلمت حد وكان باص في الموبايل ومش بيتفاعل. انت ما اتضايقتش عشان الشخص كان بعيد، انت اتضايقت عشان الشخص كان قريب بس مش حاضر، مش معاك يعني. وده اللي كلنا بنعمله لما نكون قاعدين مع ناس بنحبهم ومش قاعدين معاهم في نفس اللحظة، وتركيزنا وانتباهنا رايح في حاجة تانية خالص، وعلى الأغلب في الموبايل. والفكرة مش إنك تبقى حاضر 100%، لأن ده يعتبر شبه مستحيل بسبب العيشة اللي احنا عايشينها والمحفزات اللي حوالينا. الفكرة إن الحضور الحقيقي مختلف عن فكرة إنك موجود. لازم اللي قدامك يحس إن أنت سامعه، لازم اللي قدامك يحس بالتفاعل منه وتستجيب له عشان فعلا يكون في اتصال ويكون في وجود حقيقي. وخليك دايما واعي.